شكرا فخامة الرئيس. أعطي الآن الكلمة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر قيلي رئيس جمهورية جيبوتي، فليتفضل. صاحب السمو الشيخ تميم حمد الثاني، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقلوب يعتصرها الألم ووجدان لا يعرف الصمت أمام الظلم، نقف اليوم لنسجل حضورا لا نسجل حضورا دبلوماسيا، بل لنقول كلمة حق ليس فيها لا لبس فيها. إن العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف الدوحة، هذه الأرض الطيبة قلب العروبة النابضة، ليس مجرد استهداف لمدينة، بل هو اعتداء على كل عربي ومسلم، وتحدي صارخ للقوانين الدولية وإنسانيتنا المشتركة. إن قصف الضوحة التي لطالما كانت منارة للسلام وملاذا للمظلوم وصوتا لا يخبو للحق ليس حادثا عابرا، بل هو صفحة مدوية في وجه الصمت الدولي، وكشف فاضح لطبيعة المشروع الاحتلالي الإسرائيلي البغيض الذي لا يعترف بسيادة ولا يردعه قانون. أيها القادة، نقولها اليوم بوضوح ومن قلب الدوحة: من يقصف عاصمة عربية آمنة فإنها يتحدى الأمة بأسرها، ومن يصمت فإنه يفسح الطريق للعدوان القادم. وإزاء هذا الحدث الخطير فإن جمهورية جيبوتي تعلن ما يلي: تدين بأشد العبارات هذا العدوان الآثم، وتعده جريمة لا تسقط بالتقادم، تطالب بحقيق دولي عاجل يكشف الحقيقة ويوثق الجريمة ويحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة. تدعو إلى تحرك عربي وإسلامي فوري يتجاوز حدود الإدانة إلى دوائر الفعل الرادع والقرار المؤثر. لقد آن الأوان لتتحرك هذه الأمة كجسد واحد، وكرامتنا ليست قابلة للتجزئة، وسيادتنا ليست موضوعا للنقاش أو التفاوض. علينا أن نترجم تضامننا إلى أفعال ملموسة تحمي أوطاننا وتصون سيادتنا، وترسل رسالة واضحة بأن عواصمنا ليست ساحة مفتوحة للانتهاكات والاعتداءات. أيها الأخوة، نحن نمد أيدينا للسلام العادل، لكننا لا نقبل أن يفهم هذا السلوك الحضاري على أنه ضعف، أو أن يترجم صبرنا على أنه استسلام. وإذا كان ذلك قد أسيء فهمه، فلتكن هذه القمة نقطة تحول تعيد ضبط ميزان الكرامة والسيادة. في الختام، نؤكد من هذا المنبر وقوف جمهورية جيبوتي التام قيادة وشعبا إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ونأمل أن يولد من رحم هذا الجرح العميق وعي عربي وإسلامي جديد لا يعرف التردد ولا يقبل التهاون ولا يصمت حين تستباح السيادة. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا فخامة الرئيس. والآن أعطي الكلمة لفخامة الرئيس جوزيف عون رئيس جمهورية لبنان. تفضل فخامة الرئيس. شكرا. أخي صاحب السمو الأمير تميم بن حمد الثاني رئيس دولة قطر الشقيقة،
إخوتي أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والسيادة، رؤساء الوفود المشاركة في هذه القمة الاستثنائية، اسمحوا لي أن أخاطبكم بكلام مباشر ومقتضب، لأن الظرف والمأساة لا يحتملان غير ذلك. فنحن لم نأتي إلى هنا لنتضامن مع دولة شقيقة، نحن هنا باسم لبنان، كل لبنان، لنتضامن فعلا وعمقا مع أنفسنا. أولا لأننا تعلمنا بالألم والدم أن الاعتداء على أي شقيق هو اعتداء علينا بالذات. ثانيا لأن الشقيق المعني بالاعتداء اليوم هو قطر، وهي ليست فقط بلدا شقيقا ولا بلدا آخر، بل هي في قلب القلب مكانا ومكانة ودورا ورسالة. أما ثالثا فلأنه كما يؤكد علم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ففي أي اعتداء إرهابي لا تكون الضحية المباشرة هي الهدف فعلا، بل مجرد وسيلة، فيما الهدف الحقيقي هو من يكون شاهدا على الاعتداء أو ناجيا منه. لأن الغاية المبيتة لأي عمل إرهابي ليست تصفية الضحية، بل ترهيب من يبقى حيا وتخفيفه وتعطيل إرادته ودفعه إلى ما لا يريد فعله. لذلك نقول اليوم أن المستهدف الحقيقي في العدوان الأخير على الدوحة الحبيبة لم يكن مجموعة أشخاص، بل مفهوم الوساطة ومبدأ الحلول بالحوار. لم يكن هدف الاعتداء محاولة اغتيال مفاوضين، بل تصفية فكرة التفاوض نفسها. ولذلك اختاروا دولة قطر الشقيقة موقعا للاعتداء، لأنها ليست مجرد قطر، بل قاطرة حوار ولقاء وسلام. وهذه هي القيم التي قصد العدوان اغتيالها وتصفيتها. نعرف جميعا أن ندرا من ذلك السلوك نعيشه كل يوم، بضرب الأطفال الجياع في غزة، وقصف المدنيين العزل في سوريا، واستهداف الأبرياء في لبنان. لكن الرسالة عبر الاعتداء على قطر كانت أكثر وضوحا وصفورا. بناء عليه أعتذر منك أخي سمو الأمير تميم، ومنكم إخوتي رؤساء الوفود، عن عدم تكرار مفردات الإدانة ولازمات التنديد والشجب، فهذه قد ملأت تاريخنا وحاضرنا، حتى باتت تثير السأم في نفوس شعوبنا أو أكثر من السأم. أنا هنا لأقول استنادا إلى ما سبق بأن الصورة بعد عدوان الدوحة باتت واضحة جلية، وأن التحدي المطلوب ردا عليها يجب أن يكون بالوضوح نفسه. فنحن بعد أيام على موعد مع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يلتئم كل العالم الساعي إلى السلام. فلنذهب إلى هناك بموقف موحد يجسده سؤال واحد: هل تريد حكومة إسرائيل أي سلام دائم عادل في منطقتنا؟ إذا كان الجواب نعم، فنحن جاهزون وفقا لمبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في قمة بيروت عام 2002، وتبنتها جامعتنا العربية بالإجماع، وهي تلقى تأييدا دوليا واسعا بدأ يترجم من خلال اعتراف دول عدة بدولة فلسطين. وخير دليل على ذلك الإعلان الذي صدر منذ أيام عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة تحت مسمى إعلان نيويورك، وذلك نتيجة جهد دؤوب من المملكة العربية السعودية الشقيقة وفرنسا الصديقة، الذي يحدد خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين. ولنجلس فورا برعاية المنظمة الأممية وكل الساعين إلى السلام للبحث في مقتضيات تلك الإجابة. وإذا كان الجواب لا أو نصف جواب،
أو لا جواب، فنحن أيضا راضون، فندرك عندها حقيقة الأمر الواقع ونبني عليه المقتضى. علنا نوقف على الأقل سلسلة الخيبات حيال شعوبنا وأمام التاريخ. أقول هذا مقرونا بأصدق الدعاء لبلداننا وشعوبنا ومنطقتنا بكل الخير والسلام، وشكرا. شكرا فخامة الرئيس. الآن أعطي الكلمة لفخامة الرئيس الدكتور محمد معز رئيس الجمهورية المالديفز، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of the State of Qatar, Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I extend my deepest gratitude to Your Highness for convening this summit at such a critical moment. Today we gather in Doha not merely to deliberate, but to declare with one voice that we reject aggression. We will resist injustice, and we will not tolerate the trampling of international law and blatant disregard for sovereignty. The Israeli attack on Doha was not only an act of aggression, it was a direct assault on the sovereignty of the State of Qatar and a brazen attack on the dignity of the entire Arab and Islamic world. It was an act of crime against humanity, a violation of justice, and a reckless provocation that endangers the entire region. This was no accident. It was deliberate. It was calculated. It was an attack on peace itself. Qatar, a nation that has played a central role as a mediator of peace in Gaza, tirelessly striving to bring relief to the Palestinian people, deserves tremendous recognition, not retribution. By striking Doha, Israel seeks to punish peace itself and undermines the mediation efforts and to further destabilize the wider region. This outrage is part of a broader and deeply troubling pattern of grave violations by Israel. The illegal occupation of Palestinian lands, the siege of the West Bank, the denial of humanitarian aid access to Palestinians, the targeting of doctors, journalists, and humanitarian workers, and now the brazen aggression against Qatar. Israel continues to reduce Gaza to rubble in the name of self-defense, while massacring innocent Palestinian civilians under the guise of security. We must ask, where does this end? And what lines will Israel refuse to cross? Israel's actions are not the conduct of a state seeking peace, but an aggressor that thrives on perpetual war and commits crimes against humanity. By normalizing brutality and weaponizing fear, Israel seeks to extinguish the hopes of an entire people. The Maldives rejects this path of destruction and stands unwavering in defense of human dignity, justice, and the right to live free from oppression and occupation. From Palestine to Yemen, from Syria to Lebanon, and now here in Doha, Israel has acted with arrogance, impunity, and contempt for the very foundations of international law. Excellencies, let us be absolutely clear. An attack on Qatar is an attack on us all. Qatar's